رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعادة الرئيس، بالنسبة لموضوع الشهداء قد قتل بحثا، فنريد القرارات والتوصيات العاجلة حتى يشعر ويرى أهل الشهداء والمصابين أنهم رأوا شيئا ملموسا في الواقع حتى نرى بقية مشاكل مصر. 2، بالنسبة للنظرة الإيمانية الذين قتلوا في أحداث 2005 وأصيبوا، كذلك الذين ماتوا في سجون مصر من سنة 1980 لسنة 2011. 3، أعطني أمنا يا ريس ولا تعطيني رغيفا. والله نحن نقتل في كل يوم كالخراف، كل يوم عندنا السارح مفقود والعائد من عمله مولود. في بحيرة المنزلة اللي ينزل يصطاد يقتل أو تؤخذ منه أداة عمله. كذلك رغيف العيش، أنبوبة البوتاجاز. أنا جاي عشان أحضر لجنة المجلس، جاي قبلها ب3 أيام، ذهبت لطريق مصر الصحراوي مغلق، رحت طريق مصر الزراعي مغلق. إذا لابد أن نضع حدودا لهذه الأمور الشرعية ونضع حدودا لأمور البلطجة، ناخذ بشرع الإسلام. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. جزاكم الله خيرا. شكرا.